لو بحثت عن ازاي تتعلم أو تتعلم بسرعة أو ايه الوقت اللازم فعلا لاكتساب أي مهارة جديدة في حياتك، هتلاقيه 10,000 ساعة. متخيل معايا الرقم؟ بس أنا مش جاي أحبطك ولا أقولك إنك مستحيل تتعلم أي مهارة جديدة، بالعكس. بس الأول لازم أوضح لك الرقم ده معناه إنك لازم تشتغل في وظيفة لمدة 8 ساعات يوميا ل5 سنين متواصلة عشان تقدر تعمل فعلا ال10,000 ساعة. لكن في حاجة لازم نوضحها هنا برضه، إن الدراسات اللي اتعملت دي كانت بتقيس مستوى الخبرة مش مستوى الأداء. طب هو في فرق بينهم؟ أيوة طبعا في فرق. الدراسات دي لما اتعملت على الرياضيين المحترفين واللي ليهم خبرة كبيرة جدا في المجال بتاعهم. يعني الكلام ده معناه إن 10,000 ساعة هي فعلا الوقت اللازم، بس مش لاكتساب مهارة جديدة، لا ده عشان تكون مميز جدا وليك خبرة كبيرة في المهارة دي، بل وإنك تكون من أفضل الناس أداء للمهارة دي على مستوى العالم. ونستنتج من كده إن كلمة 10,000 ساعة لازمة عشان تتعلم أي مهارة جديدة هي غير صحيحة إطلاقا، بل 20 ساعة بس هي الوقت اللازم لإنك تنقل مستواك في أي مهارة من الصفر إلى الاحتراف في المهارة دي أيا كانت، سواء تعلم لغة جديدة أو الرسم أو أي مهارة تيجي على بالك. لو ركزت فيها واتدربت لمدة 20 ساعة بس بتركيز، فأنت هتنبهر من مستواك في المهارة دي بعد 20 ساعة بس. وكمان 20 ساعة مش حاجة مستحيلة إنك تقدر تعملها، أنت لو حسبتها فهي حوالي 45 دقيقة بس في اليوم لمدة شهرين ويمكن أقل كمان. بس في طريقة كده لازم تعمل بيها الحاجة ديت عشان تنفع معاك، لأن الفكرة مش في إنك تخلص ال20 ساعة وخلاص بأي صورة ممكنة تستنى المستوى اللي أنت متخيله في دماغك، لأ في طريقة لازم تتعامل بيها وتنفذ بيها الحاجة دي أو المهارة اللي أنت عايزها، وهي إنك تتدرب بس بذكاء. وعشان أوضح لك الطريقة دي هقولها لك في 4 نقط مهمين. رقم واحد، إنك تقسم المهارة دي لأجزاء صغيرة يكون سهل عليك فعلا إنك تنفذها، لأنك لما تقسم المهارة فأنت بتخلي تركيزك كله وجهدك على شيء واحد بس من الحاجات اللي أنت حطيتها لنفسك. رقم اتنين، خلي المصدر اللي بتتعلم منه المهارة ديت هو مصدر واحد بس، يعني ما تشتتش نفسك بين أكتر من كورس لتعلم أي مهارة أنت عايزها، لا اختار كورس واحد بس منهم يكون ملم فعلا بالمهارة اللي أنت عايزها وابدأ في تنفيذه. رقم ثلاثة، ابعد عن أي حاجة بتلهيك وأنت بتتدرب، يعني مثلا تبعد عن السوشيال ميديا، والأفضل إنك تبعد التليفون أصلا عنك لو ما بتتعلمش منه، وخلي الكورس اللي أنت عايزه يكون أوفلاين لو ينفع عشان ما تشتتش نفسك وتركيزك. رقم أربعة، لازم التدريب يكون لمدة 20 ساعة على الأقل، حتى لو لقيت إن مفيش أي تغيير في مستواك لازم تستمر، لأن العقل البشري لما يستمر في عمل أي شيء لفترة طويلة ده هيخليه يوصل لنتائج أنت نفسك ما كنتش تتخيلها. ودول هما ال4 خطوات بشكل بسيط جدا، لو قدرت إنك تطبقها في تعلم أي شيء أنت عايزه في حياتك فأنت هتتعلم المهارة اللي أنت عايزها دي أيا كانت المهارة، وهتتعلمها بصورة كويسة جدا تقدر تساعدك فعلا بعد كده في حياتك. كان معكم محمد صلاح، سلام عليكم.